اوكي، ازيكم يا شباب. النهارده هنعمل ازاي تخلي التاسك بار بتاعتك او شريط المهام احترافي اكتر وشكله احلى وبسيط. ويلا نبدأ. اوكي، عشان نخلي التاسك بار بدل ما هي في الشمال او نعدل عليها عموما، لازم ندخل على مايكروسوفت ايدج او جوجل على حسب تستخدم ايه. نكتب تاسك بار اكس داونلود. تاسك بار اكس داونلود تلاقي على جيت هاب، هسيب لك اللينك في الديسكريبشن. هتلاقي مكتوب عندك 1.7.8.0 او لو في تحديث احسن او اعلى اختاره، احسن هيبقى احسن لك. هتختار تاسك بار اكس 1 1.7.8.0 x 64.zip اللي هو هتشتغل على ويندوز اكس 64. لو انت عايز تعمل خلفيه متحركه، هتلاقي الفيديو ازاي تعمل خلفيات زي الجامده زي دي في الاي عندك في اليمين على الشمال. تقوم داخل تاسك بار اكس دوت 64، هنفك الملف تاسك بار اهو. هتلاقي مكتوب عندك تاسك بار اكس، هتلاقي اهي، تضغط عليها هلاقي حطيت لك تاسك بار في النص اهو. ولو انت عايز تعدل عليها هتلاقي عندك تاسك بار اكس في conflictor.exe، تضغط عليه فتح اهو. ممكن تغير في لون التاسك بار، تخليه انيميشن في الموضع بتاعه، حتى يفتح في الستارت اب بتاعه. والستارت باتون ممكن تعدل عليه اللي هو في الجنب ده، ممكن تخليه في النص زي ويندوز 11 على حسب انت عايز ايه. وممكن تمسحه زي ما انت عايز. في التاسك بار في ممكن تخليه شفاف، وانا بحب الشفاف الصراحة. في ممكن تخليه شفاف سنة، وممكن تخليه مش شفاف اللي هو بالظاهر يعني. وفي حاجات تانية، فأنا هختار الشبه شفاف. ممكن توقف تاسك بار اكس أو تعمل ستارت ونعمل ابلاي. هتلاقي عمل في الجنب اهو ناحية الشمال، وقام واقف في النص تاني وكلوز. وفي الاكسترا ممكن تعمل حاجات زي انك في حاجات ممكن تعملها، زي مثلا لو البار اللي في الجنب ده مش عاجبك ممكن تعمل هايد برايمري تري اريا، هتلاقي اتشالت زي ما انت شايف. شكلها هيبقى احلى. ممكن مثلا لو زرار الويندوز مش عاجبك ممكن تشيله. بص، هاي برايم ستارت بutton، شيلته وما سبتش غير البتاع دي على حسب الشكل اللي انت عايزه. اوكي، هو ده كان فيديو النهارده. اشكركم. هتلاقي كل حاجه في الديسكريبشن، ومتنسوش تعملها كومنت ولايك وشير و... وبيس.